السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. كل عام وانتم طيبين. تعالوا النهاردة مع بعض نعمل جزء من التفريزات بتاعتنا. هنسميها بقى تفريزات لرمضان او هنسميها تفريزات عشان نلحق موسم الشتاء قبل ما يخلص. نسميها زي ما نسميها. انا النهاردة معايا كمية من القلقاس. هاتي الكمية اللي انت عاوزاها. تمام. والقلقاس مش بيحتاج لمية او مش هستعمل فيه مية نهائي غير في المرحلة اللي انتوا شفتوها دي. يعني انا هجيب القلقاس من الخضري وهغسله بليفة، وبعد ما هغسله هرمي الليفة. تمام. هي دي المرحلة الوحيدة اللي هعرض فيها القلقاس للمية. بعد كده مش هستعمل مية نهائي. كل استعمالي بعد كده هيبقى بالمناديل الورقية، او لو عندك قماش نظيف او فوط نظيفة بتستعمليها للمطبخ. بس افضل المناديل الورقية لانك هترميها، مش هتستخدميها تاني. تمام. الطريقة دي لتقطيع القلقاس بتعتبر طريقة يعني شوية مناسبة، لأن قشرة القلقاس سميكة وجامدة. فالطريقة دي هتخليكي تقطعيه بكل سهولة زي ما انتوا شايفين كده. اتقطع معايا بسرعة وبسهولة جدا جدا، ما اخدش مني وقت. يبقى القلقاس بتاعي انا بجيب الكميه بتاعتي، هجيب طبعا كميات كبيره. لو انت بتحبيه او بتحبي تاكليه في الصيف مثلا وعايزه تفرزني كميه كبيره، هاتي كميه كبيره واعمليها بالطريقه اللي هتشوفيها معانا النهارده. لو انت مش بتفضليه في الصيف وعايزه تعمليه بس رمضان، هاتي كميه مناسبه، ما تجيبيش كتير برضو علشان ما يقعدش معاكي في الفريزر كتير. ولما تطلعيه تطبخيه بيعمل معاكي او بيتهري معاكي، يعني انا مش عايزه كده. تمام. باجيب الكمية اللي أنا عايزاها وبغسلها بليفة وهو لسه بقشرته. بغسله وهو لسه بقشرته بليفة، وبعد كده برمي الليفة أو تحت المية وتدعكيه بإيديكي براحتك خالص، إيه اللي يريحك. بس أنا بعمله بالليفة ليه؟ علشان وانا بمسكه ايدي ما تتبهدلش بالطينه اللي بتبقى ملياه، عشان اعرف بعد كده اتعامل معاه زي ما انتوا شايفين. بعد ما بغسل القلقاس بقشر القشرة بتاعته بالطريقة اللي احنا شفناها مع بعض، وما بستعملش المية نهائي. بعد كده بقشره بالطريقة اللي انتوا شايفينها، وبعد كده بمسك منديل وامسح القلقاسة بعد ما بتتقشر بالمناديل النظيفة الناشفة. ما بستعملش ميه خالص. انا عماله اكرر الموضوع ده، لان بجد يا جماعه اللي بيعمل القلقاس بالميه او بيغسله بعد ما بيقطعه، لو جرب الطريقه دي ليه من غير ما يستعمل فيه الميه، والله هتعجبه جدا جدا. وهيبقى معاكي مظبوط جدا جدا. يبقى انا بنشف بمناديل ورقيه زي ما انتوا شايفين، وبعد ما بقطع القلقاس كله بقطعه كله بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. وانا بفضل الطريقه دي لان هي طريقه سهله وسريعه، علشان القشره بتاعته بتبقى سميكه وجامده شويه. فالطريقه دي بتخليني ان انا اقطع كميه كبيره من القلقاس بسرعه وبسهوله جدا. هقطعه بالطريقه اللي انتوا شفتوها دي، وهخليه هقطعه بعد كده مكعبات زي ما انتوا شفتوها. القلقاس لما باجي افرزنه يعني مش بيتحط في ميه سخنه ولا ميه بارده، ولا بحطه في حمام بخار ولا اي حاجه خالص. هوريكوا ازاي بنفرزنه. سهل جدا جدا جدا. وكمان في ناس بتعمل السبانخ، وفي ناس بتعمل البسله والجزر، وفي ناس بتعمل الباميه والفاصوليا وكل الكلام ده. ان شاء الله لو الوقت سعفنا هنلحق نعمل مع بعض كل التفريزات. بس احنا لحقنا المرة دي نعمل القلقاس، وان شاء الله هنزل لكم فيديو كمان للسبانخ، وطريقة سهلة جدا للسبانخ. يعني مش هتحتاجي لا مية ولا تسخني ولا اي حاجة خالص. ان شاء الله باذن الله الفيديو الجاي هيبقى للسبانخ، وهقولك ازاي تعمليها بطريقة سهلة جدا وما تاخدش معاكي وقت. القلقاس نفس الكلام علشان سهل، ما اخدش مني وقت، ومهما اجيب كمية بتخلص معايا في نص ساعة. بقطعه وبقشره وبستعمل المناديل الورقيه زي ما انتوا شايفين كده، بحيث ان انا ابقى ضامنه ومتاكده ان القطعه اللي في ايدي نظيفه، ما فيهاش طينه، وايديا نظيفه بمسحها بمنديل على طول. السكينه بمسحها بالمناديل، مش بعرضها برضو للميه عشان ما بوظ قطعه القلقاس بتاعتي. البلانشه اللي انا بستخدمها بمسحها بالمناديل. بعد كل خطوة أنا بمسح، بعد كل خطوة أنا بمسح. تمام. والسكينة نفس الكلام برضو، مش بعرضها للمية نهائي. تمام. انا هنا عندي عملت كل كميه القلقاس، خلاص انا كده قشرت ونضفت وزي الفل وتمام. وغسلت ونضفت قصدي السكينه والبلانشه. عايزه بقى اقطع القلقاس. عايزه اقول لكم بقى يعني خدوا بالكم قوي وانتوا بتقطعوه، عشان ربنا سترها معايا جدا وانا بقطعه. القلقاس جامد وناشف وعايز ايد شويه بس جامده.
تقطّعوا. فخدوا بالكم وخدوا بالكم على نَفْسكم وعلى إيديكم وأنتم بتقطّعوا القلقاس علشان لا قدّر الله ما يحصلش أي حوادث. أنا باقطّعه بالطريقة دي، وأعتقد إن هي دي الطريقة الشائعة لتقطيع القلقاس، ما فيش طريقة غيرها يعني أعتقد. بتتقطّع بكل بساطة مكعبات صغيّرة، وباحطها كلّها مع بعض، وباحطها بعد كده في أكياس في الفريزر، بس كده. سهل جدًا، جدًا وما بياخدش وقت معايا، ولمّا باجي باطلّعه من الفريزر طبعًا بيبقى مجمّد. إن شاء الله بإذن الله هنعمله مع بعض، وهاورّيكم لمّا بيطلع من الفريزر بيبقى مجمّد زي ما هو، وباحطه على طول على الشوربة بتاعتي من غير ما استناه يسيح. أي خضار أنتِ بتفرزنيه اوعي تستنيه يسيح، بتطلّعيه من الفريزر على الصلصة أو على الشوربة بتاعته اللي أنتِ مجهزاها، بس كده خلاص. و ودي المكعبات بتاعة القلقاس اللي إحنا بنعملها. هاعمل كل الكمية بنفس الطريقة دي. أنا سِبت المشهد ده بالذات عشان تشوفوه. أنا هنا كانت صباعي هيضيع بس الحمد لله ربنا سترها. عشان كده باقول لكم خدوا بالكم وأنتم بتقطّعوا القلقاس لإن هو جامد وعايز إيد يعني جامدة شوية تقطّعه. ما تخلّيش طفل جنبِك في المرحلة دي. يعني أنا ابني كان جنبي قُلت له اطلع برّه، لإن هو فعلًا كان جامد جدًا على إيديّا وأنا باقطّعه، فكان الموضوع شوية فيه خطورة يعني. بس الحمد لله ربنا سلِّم عدِّت على خير الحمد لله. هاكمّل معاكم تقطيع بنفس الطريقة. يعني هو بُصّوا بعد كل مرحلة أنا باستعمل المناديل الورقية، مش باستعمل المَيّة خالص، خالص نهائي في المرحلة دي. طيب أنتِ ليه مش حاطة سلق أو ليه مش هتشيلي سلق المرّة دي مع القلقاس؟ أنا بالفعل كان عندي سلق وشِلته، بس للأسف نسيت أصوّره لكم. طيب السلق بيتشال بكذا طريقة. طريقتي أنا في السلق ممكن تكون مش هي دي الطريقة الشائعة، بس أنا شايفة إن الطريقة سهلة وبتدّيني نفس النتيجة. طيب باعمل إيه في السلق؟ أنا باجيب كمية السلق المناسبة لكمية القلقاس اللي معايا، وباغسله كويس جدًا، جدًا، جدًا. باغسل السلق كويس جدًا وباصفّيه، وبعد ما باصفّيه باخرّط أو مش باخرّط اسمها إيه، بافصّص أو يعني بتشيلي الورقيات من ال ال العنقود الأخضر دوّة من السلق. إن شاء الله بإذن الله هابقى أجيبه مرّة وأصوّره لكم وأعمله لكم. عارفين أنتم بتقطّفوا الملوخية إزاي؟ بالضبط كده. قطّفي ورق السلق الأخضر فقط من الساق الأخضر بتاعه، خلاص. وبعد ما تقطّفي الورق الأخضر من السلق بتعملي إيه، بتنشّفيه بمناديل، بتنشّفيه كويس جدًا، جدًا. لازم يبقى ناشف ما يبقاش مندي ولا فيه مَيّة. وباشيله زي ما هو ورق، باشيله زي ما هو ورق، ورقة كاملة كده أو مقسومة على 2، باحطه في كيس. وبابقى عارفة إن كمية السلق دي أنا شايلاها عشان تكفّي كمية القلقاس دي. لا باضربه في الخلاط وأعمله في ساعتها وأشيله بدهونه ولا بالتوم بتاعه ولا أي حاجة خالص. وإن شاء الله لمّا نيجي نطبخ القلقاس مع بعض هاورّيكم السلق اللي أنا شيلته وهاقول لكم إزاي باعمله. باضربه في الخلاط. أنا مش هاقول لكم بقى على الأسرار دلوقتي، أنا هاخلّي الطريقة دي وإحنا بنعمل إن شاء الله القلقاس مع بعض في رمضان. هاقول لكم إزاي أنا باعمل باشيل السلق إزاي وباعمله إزاي للقلقاس بتاعي. بس خلاص الموضوع بسيط، الفيديو صغير. طريقة سهلة جدًا، جدًا لتفريز القلقاس. أنا اخترت الفيديو ده يبقى موجود معايا علشان هو سهل، وممكن يكون يشجعِك إن أنتِ تعملي تفريزات سهلة وبسيطة ومش هتاخد منِّك وقت خالص. هتسعفِك لو أنتِ أم موظفة أو بتشتغلي يعني. وإن شاء الله بإذن الله رمضان كريم علينا ورمضان ييجي كده بالخير يا رب، والكل يبقى مبسوط ومتجمّعين بإذن الله.
تمام، أنا هنا يعتبر خلّصت خلاص. دي كل كمية القلقاس اللي طلعت معايا. هاوريكم دلوقتي إن أنا تمام، أنا هنا خلاص خلّصت كمية القلقاس اللي كانت معايا كلّها. ممكن تعملي أكتر من الكمية دي يعني مرتين 3 براحتك خالص. هياها نفس طريقة الغسيل، هياها نفس طريقة التقطيع، هياها نفس طريقة التفريز اللي إحنا هنعملها. دي أكياس تلاجة عادية جدًا. هاحط فيها، مش هالمس بقى القلقاس بإيديّا خالص دلوقتي يا جماعة. أنا هاجيب معلقة وهاشيل بيها القلاص واحطه في الأكياس التلاجة بتاعتي. هاحاول إن أنا بقدر الإمكان الكمية اللي معايا أقسمها على وجبتين، كل وجبة معايا هتبقى في كيس لوحده. تمام. وهقول لكم ازاي تطلعوا الهوا من الكيس، وكمان تخلي الكيس يتحط في الفريزر بتاعك وما ياخدش مساحة، علشان تقدري ان انتي تستغلي كل مساحة عندك في الفريزر. تمام. أنا هنا باحاول بقدر الإمكان إن أنا أوزن بعناية كده الكيسين، يبقى كل كيس فيه كمية قد التانية بالضبط، عشان لمّا أطلّع الكيس عارفة إن الكيس ده هيكفّي معايا الوجبة دي، ويكفّي عدد الأفراد اللي معايا. لو أنتِ عدد أفرادِك أقل ممكن تعملي الكمية دي على 3 أكياس. تمام. أنا هنا خلاص خلّصت كل توزيع الكمية. هاعمل إيه، هامسك كيس، كيس كده بالراحة، وأحاول إن أنا بقدر الإمكان أطلّع منه الهوا خالص. بُصّوا أنا بافرد وأطلّع الهوا. تمام. وبعد كده باقفل الكيس على الطرف، مش في نُص الكيس، وأبدأ إن أنا أفرد قطع القلقاس جنب بعضها زي ما أنتم شايفين كده، عشان ما تاخدش مساحة معايا في الفريزر، وأقدر إن أنا أفرزن كذا حاجة فوق بعضها وما تاخدليش مساحة. بس كده، الموضوع سهل، بسيط، سريع. ما أخدش منّي وقت فعلًا حرفيًا. أنا نُص ساعة كنت مخلّصة، يمكن كمان يعني أقل من نُص ساعة كنت مخلّصة الكمية اللي قدّامكم دي. أتمنى الطريقة تكون عجبتكم، أتمنى نشجّع بعض ونفرزن حاجات أكتر، وإن شاء الله أشوفكم قريب تاني، والسلام عليكم ورحمة الله.